ما تيجي اقول لك على اعظم ماتش الاهلي قدر يقدمه في ارض صن داونز في 2019. رينيه فايلر بيبقى مدرب الاهلي بعد فتره كبيره من خروجك من افريقيا، سواء مع حسام البدري او اخرهم كان لاسارتي اللي خرجك بكارثه الخماسيه قدام صن داونز. ساعتها فايلر كان بيقدم اداء ممتع مع الاهلي لدرجه انت ما كنتش مستوعب ان الاهلي فعلا قادر يقدم كره ممتعه بالشكل ده. ويشاء القدر انك للسنه الثانيه على التوالي بتلعب صن داونز في ربع النهائي وتلعبهم ماتش الذهاب هنا في القاهره وتكسبهم بثنائيه معلول 2-0 اللي كان مقدم ماتش تاريخي ساعتها. ونيجي بقى لاعظم ماتش انت قدرت تعمله قدام صن داونز في ملعبها. فايلر يا باشا ما اعتمدش، هو قال لك انتوا هتلعبوني 3 العصر وهتلعبوني في ملعبهم، وعرف حوار الخماسيه قال لك بس انا هروح معاهم في الطياره وهدرب اللعيبه كل يوم في نفس ميعاد الماتش ده. وبعدين بيبدا الماتش وتبص تلاقي فايلر بدا بالخمس افارقه اللي موجودين في الفرقه، اللي كان ساعتها اليو بادجي واليو ديانج وجونيور اجاييه وجيرالدو وعلي معلول، بحيث يكونوا هم اكتر ناس واخدين على الاجواء. وبدا لك بمتولي نص ملعب بحيث انه يكون مقفل لك كل حاجه، وفي نفس الوقت عندك لعيب يقدر يحرك لك الفرقه لما تجيله الكوره. وخليني اقول لك ان انت اول ربع ساعه صن داونز ما كانتش حلاك، وده كان متوقع. يعني صن داونز هتهاجم بكل الفرقه لغايه الدقيقه 21 اللي علي معلول كالعاده بيعمل لك عرضيه متقنه يغلط فيها المدافع ويدخلها في نفسه. بس للاسف انت بعديها في الدقيقه 27 ما لحقتش تتهنى وكره عاليه بتترفع وسرينو بيجيب منها التعادل. لكن انت بعدها لعبت جيم ممتع وعملت هجمه والتانيه كنت ممكن تنهي بيها الماتش، من ضمنهم كره اليو بادجي اللي السوليه قطعها من نص الملعب وجري بيها وراح لعبها له بالعرض، وللاسف ما اتصرفش فيها كويس. ده غير فرصه الشحات في اخر الماتش اللي كانت كفيله تاكد لك فوزك، بس برضه الشحات ساعتها ما اتصرفش فيها كويس. اللي انا عايز اقوله لك ان فايلر فعلا كان مدرب مختلف، اللي هو انت هتلعبوني 3 العصر يا باشا عناية الاثنين، هلعب لك بالخمس افارقه اللي معايا وهروح اتدرب في نفس الملعب وفي نفس الميعاد قبل الماتش بكذا يوم، هقفل لك تماما وفي نفس الوقت خلي بس لعيب من عندي يلمس الكوره، هعرف اطلع بالكوره كويس، هعرف استغل الفرص اللي بتجيلي زي الكوره الثابته اللي انت جبت منها الجون. وفعلا قدر يعمل ماتش عظيم على صن داونز ويصعد من قلب ملعبهم.